فيقول الله تبارك وتعالى حاضا المؤمنين على التعاون على البر والتقوى، وحاضا المؤمنين على اجتماع كلمتهم وتوحيد صفهم واجتماع شملهم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه إحدى قواعد القرآن الكريم في صناعة المجتمعات وفي توحيد الأمم والشعوب، ففيها ترجمة حقيقية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإن التعاون على البر والتقوى يحيي الروح الجماعية في الأمة، ويحض على تقديم الخير المتعدي نفعه للمسلمين، لأن الفردية وهي أصل الفرقة داء يقعد بالمسلمين عن العمل لهذا الدين. ولذلك تواترت الأحاديث وتكاثرت الآيات في الحض على الاجتماع والائتلاف وعدم التنازع، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا إخبار بمعنى النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن سننهم التفرق. فحذرنا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتشرذم والاختلاف. وهذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وفيما بينهم وبين ربهم، وفيما بينهم وبين بعضهم، كما وضح ذلك الإمام ابن القيم في رسالة مفردة هي الرسالة التبوكية، شرح في هذه الآية شرحا عظيما وشرحا عجيبا.